السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم في الفيديو كما واضح غادي هنا عندي كوكيز غادي نوجد بهم تشيز كيك. كيجي رائع بواحد الكريمه اللي زوينه وبالمذاق ديال الكراميل. كنتمنى انكم تجربوه وغادي يعجبكم، انا متاكده لانه حمقني لا انا لوليداتي. وهذا علاش قلت نشاركه معكم. هنايا انا عندي خديت 5 ماشي 3 انا بينت غير 3 لان ما كفاونيش، زدت جوج. 5 ديال 5 ديال كوكيز غنطحنهم مزيان وغادي نخلطهم انا غنخلطهم بالحليب شويه، غندير لهم جوج معلقات ديال الحليب، وانتم ديروا الزبده على حسب. بغيتو الزبده ديروا الزبده، بغيتو بالحليب ديروا بالحليب، يعني حتى بالحليب كيبقى تتبقى مقرمشه. آه سمحوا لي والله راني بغيت نسجل هذا الفيديو نحيدو، ولكن لا اله الا الله الصوت على قد الحال ما كاينش. هنا غادي نزيد نقول معلقه صغيره ديال الكاكاو ونخلطهم مزيان، والحليب ها هما هادو صافي، وغادي نخلطهم وغادي نديرهم في المول اللي غادي ندير فيه تشيز كيك. هذا هو المول. بالنسبه للبنات واحد الحاجه انا درتها وغلطت فيها، ما كانش عليا نديرها، ولكن ماشي مشكل واخا هكاك راه كانت مزيانه. نتوما حاولوا انكم ضروري تفرشوا البابي كويسون من تحت في وسط المول زعما، وعاد ديروا الكوكيز. صافي هنا من بعد ما قاديتو داكشي حيدتو على جنب، غادي نبدا ندير الكريمه. هنايا درت نص لتر ديال الحليب، نص لتر د الحليب، 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، و3 ديال المعالق ديال النشا، ودرت الحليب المحلى المركز. اولا الا كان عندكم البوريسيما، انا ما كانش عندي، كان عندي غير الحليب المحلى المركز هو اللي استعملت. صافي المهم انتم كتشوفوا السكر والحليب والنشا وفلان ديال الكراميل. ديروا جوج اولا 3، المهم على حسب. انا درت جوج فقط، هادشي اللي درت جوج، وغنخلطهم مزيان وغادي نديروهم فوق العافيه على نار مهيله حتى يتعقد يعني الخليط يولي على شكل كريمه. ومن بعد عاد غادي نضيفوا له دانيت، يعني حتى نحيدوهم فوق البوطه عاد غادي نضيفوا ليه دانيت. هنايا كيف ما قلت لكم جوج ساشيات ديال الفلون كراميل، يعني المذاق ديال الكريمه غادي يكون بالمذاق ديال الكراميل. صافي والعلبه كي قلت لكم درت تقريبا، ما درتهاش كامله، لا ما درتهاش كامله، تقريبا درت غير النص. صافي ما جاتش حلوه، يعني الا بغيتو تنقصوا من السكر، اللي بالنسبه لي ما باغيش الحلوه بزاف ينقص من السكر. انا جاتني هي هذيك، ما جاتنيش حلوه، ما جاتنيش حلوه بزاف. هنايا من بعد ما عقدات هانتوما كتشوفوا غادي نضيف ليها دانيت. انا درت 3، بغيتو ديروا غير جوج ديروا غير جوج، انا درت 3. صافي وغنخلطهم مزيان وحتى يندمجوا داك العناصر، يعني الكريمه كامله تندمج مع دانيت ديال الكراميل. صافي غنخلط مزيان الخليط حتى يندمجوا العناصر مع بعضياتهم. هنايا غادي نفرغ الخليط ديال الكريمه في المول، وغادي ندخلهم للثلاجه حتى يبرد. دابا بحيث البرد دغيا دغيا زعما دغيا جمدات، ما خداتليش وقت كتير. غادي نخليهم حتى تبرد مزيان، ومن بعد عاد غادي ندوز باش ندير الطبقه الثانيه اللي هي ديال مذاق القهوه. المهم نديرها في الثلاجه وغادي ندوز باش نصاوب الفقاص.
وهنايا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي، يعني البسيطه واللي كنعرف انا واللي كنستعمل دائما لداري، ديال الفقاس اللي كيجي زوين وكيجي فتي يعني هشيش. كيجي بحال اللي مرمل، واحد المذاق فيه. انا كيعجبني الفقاس ديالي، كيعجبني ما نكذبش عليكم، ما كيجيش قاصح ولا محجر، تاكليه بحال اللي مرمل، يعني كيجي مقرمش. هنايا درت 4 ديال البيضات. داك الكاس مهم ما عمرتوش، درت تقريبا كاس لاروب او المهم نفس الكاس، درت به الزيت كيف القياس ديال الزيت كيف القياس ديال السنيده. انا فيا واحد القاعده بالنسبه للفقاس، كندير عيني ميزاني، وباش نكون معكم صريحه كندير عيني ميزاني. المهم درت الملحه والزيت والبيض والسكر سنيده، غادي نخلطهم. هنايا بديت بالفوي، ولكن راه ما كاينش ما احسن من التخليطه ديال اليد. دايره القصعه، اذا حيد عليا الفوي وطربي بيديك، هادشي اللي كاين. انا كيعجبني نخدم الشغل بيديا، ما نكذبش عليكم. واحد راكم عارفين مخشين يدينا غير في الماء نهار كامل وانت في الكوزينه ويدي نقيين، اللهم الانسان يستعمل يديداتو. هذيك تطربي على خاطرك، سنيده كدوب على خاطرها، يعني ما كتبقايش هي كتلعبي. واللي ما فيها ما تخلط بيديها، ولا تجمع هاد المكونات كامله وديرهم في المولينكس، طرب الكهربائي، وتخلطهم، وديك الساعه تخويهم في الكسعه وتخلط الخليط ديالها كيف ما بغات يعني. انا كنعطيكم الطريقه اللي كندير انا، وانتم كيبقى لكم الاختيار، فقط بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي ديال الفقاس، وهذا الشيء اللي كاين. المهم هنايا من بعد ما خلطته مزيان، السنيده السكر البني كيغمق المقادير. وهنايا درت الفاني بنكهة زهرة البرتقال. ما عنديش، كما قلت لكم درت الفاني بنكهة زهرة البرتقال. ودرت هنايا حيت ما عنديش الزهر، ودرت حفنة، صراحة حفنة ديال 2 معالق كبار ولا 3 ديال الزنجلان، ومعلقة كبيرة ديال النافع اللي بطبيعة الحال منقيين ومزيان. صافي غادي نخلطهم مزيان. وعندي 2 خمارات، والدقيق عندي الفورس كيلو، انا شريت كيلو، ولكن ما هزليش كيلو كامل. وغادي نضيف اللوز، عفوا نسيت اللوز، غادي نضيفو كميه. المهم ديروا القياس اللي بغيتو ديروا، ما بغيتوش ديروا فقاس بلدي بلا لوز بلا حتى شي حاجه، غير الزنجلان والنافع كيجي زوين. هنا درت الكميه تقريبا 750 غرام، ما كملتش الكيلو، بقات لي من واحد الكميه. 2 خمارات، غنجمع الخليط، ما غاديش ندلكو، فقط غير غادي يتجمع مزيان. المهم هانتوما غتشوفوا المراحل معايا. هنا من بعد الخليط ديالي ما جمعته كيف ما كتشوفوا، خديت الصينيه اللي غندير فيها الحريبلات ديال الفقاس، حربلتهم. بغيتو تعرضوا عرضوا، بغيتوهم رقاق رقاق. المهم هما اصلا راهم غادي يزيدوا يعرضوا، ما غيبقاوش هكا رقاق. الكميه اللي درت عطاتني 4 ديال الحرابل، حربول هكذا كنسميوهم. هنا درت البيض، درت له الكاكاو، ما دهبليش مزيان، ما دابليش، ولكن ماشي مشكله. المهم غير باش ندهن، وفي نفس الوقت ما كتبقاش ديك الزفره ديال البيض. وصافي، وغادي نصوبهم ونزوقهم وندير لهم ديك الرشيمه، المهم هكذا وصافي. وغندخلهم للفران اللي شعلته غير على 180، غير من التحت، نطيبهم غير من التحت وصافي. وغادي نخرجهم نخليهم حتى يبردوا شويه، غير يبردوا شويه، انا ما كنبيتهم حتى حاجه صافي، حيت غير للدار وهذا. غير يبردوا غير شي شويه وكنقطعهم بلا ما كنبيتو. اللي بغيتو تبيتهم ما فيكم ما تقطعوهم، ماشي مشكل، الواحد حاجته ديال دارو ويديرها وقتاش ما بغى. صافي دابا هكا، وغادي ندخلهم للفران. وها هو الفقاس كيف ما كتشوفوا. المهم راه شي شويش تفرقع عليا،
ماشي مشكل. الاغلبيه حبه هي اللي شويه تحلات، ماشي مشكله. المهم من بعد ما جبدتو فزقت الزويف ودرتو عليهم، يعني خليتهم حتى بردوا. دابا غادي ندوز باش نقطعهم معكم. هنايا خديت، المهم خذوا مسماضي اولا خذوا داك الكيتور. انا خديته اول مره صراحه غنستعمل به، نقطع به، وما ما عرفتش نقطع به لان كان شويش كيزيكزاكي، كان شويه كيتزعزع. عذبني شويه تفرت لي الفقاس، ما نكذبش على الله ما كيتفرتليش، ولكن ماشي بزاف بزاف باش نقول زعما كميه كثيره اللي ضاعت، لا غير واحد شويه. آه، حيت اول مره غنستعملو ما عرفتش نتحكم به. آه، لو كان الموس عندي ماضي كان افضل انا بالنسبه ليا، واللي كتعرف تخدمو ماشي مشكل. هنايا كنوريكم انا ما كيعجبنيش الاغلبيه، ما كيعجبنيش الفقاس يكون تعطيه بحال دابا تمشي بالعرض باش كيجيو الحبات كبار، ما تيعجبونيش. كيعجبني هذاك القياس فقط لا غير، كيعجبني القياس يكون صغير ومتوسط، المهم قاد مزيون. كيجي حلو. اما داك ملي كتكون الفقاصه كبيره دوك كيصلحوا في الافراح هكا الحفلات ولا شي حاجه. انا غير الدار وانا وليداتي يعني نقطعوا بالطريقه اللي كنبغي واللي عجباني. صافي غنستمر كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا حتى غادي نكمل الكميه كامله وغادي ندخلها للفران. المهم انا كنحاول معاه، نتوما كتشوفوا والله ما عرفت ليه والله ما عرفت نقطع به. شويه عذبني، ولكن ما عندي ما ندير. بقيت معاه حتى كملته كامل وصافي. شفتو كيبقى كيقسم لي الفقاس من الجنب، ولكن ماشي مشكله. صافي المهم كنكمل الكميه اللي عندي. راكم شفتوا شحال داك الفريتيتات اللي هذا في الاول ما كنتش متحكمه فيه. شويه عاد عرفت ليه ومشيت معاه هو هذاك. ميلت الفقاس شي شويه باش يجي شي شويش متوسط. حتى هكذا كيجي زوين، غير ما تجيش الحبه كبيره بزاف كتجي معيقه. انا كيعجبني الفقاس يكون ما بين وبين، يا اما صغيور يا اما هذا هو الشكل اللي كيعجبني. صافي غنكمل وغندخلو الفران تيتحمر وندوزو باش نكملو التشيز كيك اللي بديت معاكم. المهم هكا وهكا فيديو ماشي هكا وهكا. هنايا كيف ما كتشوفوا، هنايا غنديروا الطبقه التاليه. خديت كاس ديال القهوه اللي طيبتها ماشي سريعه ديال الذوبان. كاس القهوه طيبته. واحد فلون ديال الكراميل حتى هو نيت، ومعلقه معلقه كبيره ديال النشا، و وسنيده. عفوا نسيت سنيده. يعني الحلاوه كتبقى درت جوج، درت جوج وقيله، جوج هما اللي درت باش ما ننساش جوج، لان فاش درت وحده ما جاتني مره وليت زدت. صافي غادي نديرها حتى هي فوق العافيه على ما تعقد. وهنايا جبت تشيز كيك لقيت الكريمه صافي جمدات. وغادي نفرغ داك المحتوى يعني الطبقه الثالثه اولا الطبقه الثانيه ديال التشيز. شفتوا كي كتجي لامعه وكتجي زوينه بزاف. وما نقول لكم جات غزاله، كنتمنى انكم تجربوها، وانا متاكده الا جربتوها بهذه الطريقه غادي تعجبكم وغتعجب وليداتكم. هنايا غادي ندخلها للثلاجه حتى هي حتى تبرد تشد في راسها وندوز باش نقدمها معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك اللي كيجي يعني بهذه الطريقه وكيجي غزال ورائع بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. وبالنسبه للزين زينوا كيف ما بغيتو. انا لقيت عندي هنايا الخوخ زينته به معلب، والفقاس هما هادو الفقيقسات هما هادو الفقيقسات جاو على هذا الشكل، جاو غزالين. انتم شفتوا كيفاش كيجي هذا. ما نقول لكمش والله فقاس الا كيجي بالطريقه ديالي كيجي رائع 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 بزاف. نتمنى الى عجبكم لا فيديو ما تنساونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتعليق يكون زوين وشي لايك باش هكا لايكات باش نزيد ان شاء الله نعطيكم شي حاجه زوينه. والى اللقاء في فيديو